بيان إلى الرأي العام بعد مرور 11 سنة على الأزمة السورية والتدخل التركي المباشر في الاحتلال المناطق من رجافة وشمال وشرق سوريا. ومنذ 24 من شهر أيار صعدت دولة الاحتلال التركي من تهديدها باحتلال المزيد من الأراضي السورية وخاصة الداخلة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. وكل العالم يعلم ويدرك بأن دولة الاحتلال التركي والمناطق التي تحتلها من سوريا أصبحت بؤر ومنبع الإرهاب. وأيضا في الآونة الأخيرة زادت من نشاطها الإرهابي في استهداف كل من يكافح الإرهاب بطائراتها المسيرة. فمنذ يومين استشهدت الرفيقة جيهان تولهلدان منسقة العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي والقائدة في مكافحة الإرهاب الداعشي. على العالم الحر أن يدرك أنه أقدمت تركيا على عملية احتلال جديدة في سوريا سينتشر الإرهاب في جميع العالم ويهدد الأمن والاستقرار العالمي، وستزيد من الهجرة والمعاناة لسكان شمال وشرق سوريا، كما فعلوا بعفرين ورأس العين وتل أبيض من القتل والتهجير وسرقة الممتلكات والتغيير الديموغرافي. لذا على الدول الضامنة لاتفاقيات 2019 أن تدرك أن صمتهم يعرض شعوب المنطقة لمجازر جديدة ويزيد من قوة الإرهاب. لذلك يجب فرض الحظر الجوي على مناطق شمال وشرق سوريا، وبناء عليه نناشد شعبنا في رجافة وشمال وشرق سوريا بأننا كأحزاب سياسية في إقليم الفرات نعلم بأن هدف الدولة التركية هو تهجير شعبنا من أرضه التاريخية ومحو حقوقه المشروعة في المنطقة. لذلك سنتكاتف مع شعبنا لحماية مكتسبات التي حققناها معا بدماء شهدائنا، وسندافع عن أرضنا وكرامتنا مع قوتنا الباسلة قوات سوريا الديمقراطية. ونقول بأننا لسنا من دعاة الحرب، ولكننا سندافع عن شعبنا في حال فرض الحرب علينا. كما ونناشد القوى والأحزاب الكردستانية بأن تقوم بواجبها الوطني في حماية ودعم مكتسبات التي تحققت في رجافة، لأن الدولة التركية تستهدف من خلال تهديدها كل المكتسبات في عموم كردستان، ولزاما علينا جميعا أن نتكاتف ونتضامن في وجه هذه التهديدات التركية. كما ونناشد القوى الدولية وخاصة الضامنة لاتفاقيات 2019 بأن تقوم بدورها كضامن وتلزم دولة الاحتلال التركي بتعهداتها. الحزب الديمقراطي الكردي السوري، حزب سوريا المستقبل، حزب اليسار الكردي في سوريا، حزب الجمهوري الكردستاني سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي بايدي، حزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، حزب الوفاق الكردي السوري، حزب السلام الديمقراطي الكردستاني،